السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من دبليو سوبر كارد. معكم أخوكم من الحلقة هذه رقم 37. خلونا نبدأ. حدث الأسبوع هذا هو الرينج دامينيشن، وللأسف أنا متأخر جدا صراحة. الحين باقي 11 ساعة ونص تقريبا، وحتى الآن ما بديت بالبطاقة الثالثة، لكني واصل آخر شريحة ببطاقة ايجي ستايلز. ايجي ستايلز ما عندي صراحة، مو برو بالنسبة لي، لكنه شوي بدأت تقل البطاقات اللي ما جبتها حتى الآن. يعني يمكن باقي 5 بطاقات يمكن، وأمتلك كل بطاقات ال شو اسمه الرصة 33. فالحدث هذا استغليته اني دربت الستر بلاك وجمعت وخليت برو، بس ما دخلت بالتشكيلة عشان وزنة القوة، يعني فهمت شلون؟ يعني عشان اللي بارونك يصيرون اضعف منك. انا صراحة عانيت، يعني اذا حطيت كل البطاقات اللي عندي، فكل اللي يلعبون ضدي عندهم بطاقات راسل ايفنت، راسل 33 ايفنت، فيهزموني كل مرة. فاضطريت اني انزل مستوى البطاقات عشان اقدر افوز. غير الستر بلاك، كيفن اوينز سويته برو وخلصت. الحين باقي لي هذه بطاقة باقي لي بطاقة فين بالر، حتى الآن ما خلصتها، قاعد ندربها 2. أول ما أدربها راح أدمجها إن شاء الله. وعندي بعد بطاقة ديفا اللي هي بطاقة نيومي جتني جائزة الباتل جراوند الأخيرة، لكن ما صورتها. لكن ما راح أقدر أخلصها بالحدث هذا لأنه ما فيه ديفاز، لذلك راح أنتظر الحدث الجاي اللي هو حدث الRTG تيم، وراح إن شاء الله أدرب نيومي ونجمعها إن شاء الله. بالحدث الجاي، حدث الRTG الجاي اللي هو الأسبوع الجاي على طول، راح أكون وصلت تشكيلة الRTG راسل 33 بلس، راح أفوز إن شاء الله كلها 5 بإذن الله. هذه آخر شريحة بطاقة ايجي ستايلز، بطاقة قوية تصير مثلك اليوم، ونفتح خلاص كذا تطلع لنا. بسم الله. ماشي، ما في مجال. المهم، هذه كانت الجزء الأول من الحلقة. طبعا احنا بتيم نوتا داخلين شو اسمه باتل جراوند، وحتى الآن النتيجة 7000 بسرعة يا ولد، 7500 ضد 4900، وإن شاء الله راح نفوز. لعبنا أول شو اسمه باتل جراوند الأخير، وفزنا صراحة بصعوبة، يعني حتى الرمق الأخير فزنا 11000 ضد 10000 تقريبا كذا. إن شاء الله نفوز بالباتل جراوند هذا، وإن شاء الله بالجزء الثاني راح أنزل لكم نتائج الباتل جراوند إذا يمديني. لا، ما يمديني صراحة، فيمكن ما راح أنزلها، ويمكن أنزلها ما أدري. هذا كان الجزء الأول من الحلقة، إن شاء الله نكمل معكم بالجزء الثاني من الحلقة. فاصل وأنا واصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما تشوفون باقي 11 دقيقة بس وأقل بعد وينتهي الحدث، ولله الحمد. يا الله يا الله، بصعوبة وصلنا البطاقة واحدة، القزازة واحدة بس. كدنا إلا شوي إنه يضيع علينا الحدث هذا بدون ما ناخذ بطاقة الإيفنت. والسبب إنه تأخرنا كثير صراحة، ما لعبنا، والجلitch متعب صراحة. يطفى ويشغل، فعشان كذا تأخرت كثير. والحين بس باقي 10 دقائق وخلص الحدث. بطاقات طبعا دربت كل البطاقات تقريبا اللي عندي الأسبوع هذا. باقي بطاقة نيومي نخلصها إن شاء الله بالحدث الجاي بإذن الله. بطاقة شو اسمه فين بالر خلصناه ولله الحمد، 5-4 هذه، وهذه آخر بطاقة الإيفنت. صراحة ما أدري وش اسمه، ما حفظت اسمه، لكن هذه بطاقة الإيفنت. وإن شاء الله بإذن الله الحدث الجاي نجيب البطاقة الثانية ويصير 3 بطاقة إيفنت برو. خلنا نوريكم الحين تشكيلة الRTG ولله الحمد. وصلنا راسل المينيا 33 بلس. هذا كان حلمي من زمان، اني اصل اخر تير
بتشكيلة الار تي جي، ولله الحمد والحين وصلت. وطبعا باقي بطاقة نيومي ما دمجتها الى الحين، فراح تكون اقوى ان شاء الله التشكيلة. الحين عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بطايق برو 33 رأس 33. هذه كانت نهاية الحلقة، أتمنى حلقة مثل إعجابكم. قبل ما ننهي الحلقة شو اسمه، بالنسبة لنتائج نتائج الباتل جراوند، وللأسف الشديد انتهت الباتل جراوند وانهزمنا هزيمة النكراء. مو بهزيمة النكراء، هزيمة عادية صراحة، الفرق 1800 للأسف. وسبب هزيمتنا ان بعض الشباب وانا من ضمنهم صراحة ما فللنا كل البطاقات للأسف. لكن ان شاء الله راح ناخذ درس باذن الله للمستقبل. قاعد مستعجل الحين انا لانه مو بالوقت اللي دائما اسجل فيه، لكن اضطريت اضطرارا اني اسجل بهالوقت. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم ورضاكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.